فجأة يا دكتور بدأت أحس إحساس دبانة بتطير قدام عينيا وبتتحرك مع حركة عيني. أحب أطمن حضرتك إن 90% من الحالات مش بيحصل عندهم أي مشكلة في النظر، بس ده مش معناه إهمال الشكوى، لأن في 10% بيكونوا معرضين لانفصال في الشبكية. المشكلة باختصار إن إحنا عندنا سائل جوه عينينا بنسميه الجسم الزجاجي أو السائل الزجاجي. ده سائل يشبه في تكوينه سائل الجل. السائل ده في بعض الأشخاص بدون أي أسباب ممكن يحصل فيه انكماش أو تحلل، وده بيسبب وجود ترسبات أو تحللات داخل السائل ده. وبسبب ان السائل ده بيكون قريب للشبكيه بيبان قدام مننا كأن في دبانه بتتحرك مع حركه عينينا. في 10% من الاشخاص ممكن يحصل عندهم بسبب انكماش السائل ده شد على اطراف الشبكيه، وممكن ده يسبب قطع في الشبكيه، وممكن من خلال القطع ده يحصل انفصال في الشبكيه. عشان كده مهم جدا لو حسيت باحساس دبانه او وميض او فلاش بايد ويدفو قدام عينيك لازم تفحص عينيك في اقرب وقت، لان علاج المشكله في اقرب وقت بيكون سهل وبسيط باستخدام ليزر بسيط على الشبكيه بيجنبنا مشاكل ممكن توصل لانفصال في الشبكيه. انا دكتور عمرو راضي، مدرس واستشاري طب وجراحه العيون، ودي معلومه لعنيك.